بتحس أحيانًا إنك قليل أو إن ظروفك وشكلك مانعينك تاخد مكانتك وسط الناس؟ تعالَ أحكي لك عن صحابي كان منسي في حسابات البشر، لكن مقامه كان عظيم في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي الجليل جليبيب. جليبيب كان راجل فقير جدًا، وبمقاييس الجمال وقتها ملامحه كانت بسيطة جدًا، لدرجة إن الناس كانت بتتجنبه. بس النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقيس بيقين القلوب قرر يكسر القاعدة دي وراح يخطب له بنت من أشرف بيوت الأنصار. أهلها اترددوا في الأول، بس الصحابية الصالحة بيقينها حسمت الموقف وقالت: أتردون على رسول الله أمره؟ واتجوزت جليبيب. بعد الجواز بفترة خرج سيدنا جليبيب في غزوة، وبعد المعركة ما خلصت النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه: بتفتقدوا حد؟ فضلوا يعدوا أسماء المشاهير والقادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لكني أفقد جليبيبا. النبي صلى الله عليه وسلم فضل يدور عليه بنفسه لحد ما لقاه قتل، وحواليه 7 من الأعداء قتلهم. شالوا النبي صلى الله عليه وسلم على إيده بكل حنان، وقال الجملة اللي تتوزن بالدنيا: قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. الدرس هنا يا صديقي: قيمتك مش في البرواز اللي الناس حطاك فيه، قيمتك في صدقك مع ربنا سبحانه وتعالى. ممكن تبقى مجهول في الأرض بس مشهور في السماء. سيدنا جليبيب عاش منسي في كشوفات الناس، بس مات محفور في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ودي كانت حكاية يقين بطلها مجهول في الأرض معروف في حكاية السماء. ولو يقين وصلت معايا لغاية هنا نحييها ما من تنساش تعمل جديد، لنا لايك نور وشير عشان نستمر. الصحابة عهد لا يحيد.